النهارده اول مره في حياتي اسرح شعر بنتي الكبيره الين اللي انا بفضحها قدامكم كده والشارع كله ما يتفرجش علينا. والحل كان في الاختراع ده، اختراع واحد بس يا بنات بجد هيغير حياتكم في طريقه تسريح الشعر، مش هيخلي الشارع كله يتفرج عليكم، الصوت بتاع المامي مش هيعلى والناس كلها تفضل تقول ايه الخناقات والمشاكل دي. انا يا بنات عندي بنوتي عندها 7 سنين، كل ما اقول لها تعالي جيبي المشط اسرح لك شعرك تفضل تعيط، حتى بالكلام بس انا بقول لها جيبي المشط. والموضوع ده كان عامل لي ازمه كبيره جدا، علشان كده فضلت ادور لحد ما وصلت حل يا بنات رهيب جدا وكويس جدا. لو انتوا اول مره تشوفوني معاكم آلاء جمال، ويلا بينا اقول لكم على طول ايه هو الحل السحري. ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ زي ما قلت لكم كده في بدايه الفيديو انا لقيت السحر معايا اهو يا بنات. انا كنت بجيب شغل للمركز عندي من مكان ما يعني في القاهره، وبعدين قلت للتاجر ربنا يفتح حالك يا ابني، ما عندكش اي حاجه كده كويسه لما احطها على شعر بنتي يتسرح بسرعه او يتسلك؟ قال لي خدي الزيت ده. قلت له انا عارفه الزيت ده وعامله ريفيوهات كتير قوي عن زيوت، اكيد ده هو اللي هيجيب النتيجه. قال لي على ضمانتي. الزيت ده هو زيت امامي الهندي. انا يا بنات عملت لكم قبل كده فيديو عن الزيوت الهنديه وقلت لكم ان انا استخدمت معظمها زي الزيت بتاع كشور كينج والزيت بتاع رنجبوري واندوليكا وزيوت كتير قوي، لكن الزيوت دي انا كنت بستخدمها لنفسي صراحه. لما حطيتها على شعري بنوتي الصغيره حسيت ان هي تقيله وبتمسك في نفسها كده غير شعرنا، لحد بقى ما جربت الزيت بتاع امامي ده امبارح. بجد كان اول مره يا بنات الاقي بنتي هي اللي بنفسها والله العظيم جايبه لي المشط بتقول لي يا ماما تعالي سرحي لي شعري، بعيدا يعني ان انا فضحتها كده. قلت لها ايه ده ازاي؟ قالت لي الزيت ده جميل، وجايبه لي الزيت وبتقول لي حطوا لي الزيت بقى ده يا بنات اسمه امامي، فيه 7 زيوت هنديه. لما دخلت وعملت بحث عنه لقيت ان هو فيه بقى زيت الجوجوبا وزيت جوز الهند وزيت الزيتون، وفيه زيوت كتيره جدا او 3 أو 4 زيوت هنديه اسمائهم كده غريبه شويه. ولقيت فيه زيت الارجان، وطبعا انتوا عارفين ان زيت الارجان ده حلو جدا في ان هو بيطول الشعر وفي نفس الوقت بينعمه. اللي عجبني بقى في الزيت ده بعيدا عن كل الزيوت الهنديه ان هو يا بنات ريحته بجد تجنن، ريحته حلوه قوي، خفيف جدا ما بيلزقش ومش تقيل. يعني انا هحط لكم حته اهو، بصوا انا حطيت حته اهو اختفت، مش تقيل خالص. هو الملمس بتاعه عامل زي ملمس السيروم كده بالظبط. ممكن بقى تحطيه لو مجرد ما بتعملوا تصفيف للشعر كده بتلاقي الشعر بدا يتسرح معاكي. كل اللي عملته ان انا خدت حبه منه، بصوا حتى اهو الحبه باينين صغيرين جدا، خدت حبه منه دعكتهم في ايدي وقعدت ادعك بيه شعر بنتي واستنيت دقيقه بالظبط وسرحت، لقيت الشعر حلو جدا وماشي كويس جدا. ده ينفع بقى لكل انواع الشعر الاملس الناعم، الشعر المجعد، الشعر الكلي. هو بيعمل 3 حاجات، اولا هو بيتقل الشعر، بيدي ريحه حلوه قوي للشعر، كمان بيخليكي تسرحي شعر البنت بسرعه او شعرك، وبيلم الشعر كده على بعضه ومش بيخليه هيش. بجد شكرا للزيت بتاع امامي وشكرا للتاجر العسل. انا عاوزه اقول لكم ان انا كنت خايفه ان هو يطلع زي الزيوت الثانيه، جبت منه الحجم الوسط، هو في منه حجم صغير لو انت حابه تجربيه، وفي منه الحجم الكبير 100 مللي ان شاء الله اللي انا هبعت اجيبه عشان تصدقوني ان انا كنت خايفه منه في الاول، مع اني دايما بسمع ان الزيوت الهنديه كويسه وانا مجربه منها. بس زي ما قلت لكم ده مختلف، ان هو القوام بتاعه مش تقيل، مش بيكتم الشعر. الزيوت الثانيه بتعمليها حمام زيت بس، لكن ده ممكن تحطيه نقطه بسيطه في التصفيف. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. عايزاكم بقى تقولوا لي الريفيوهات، وكل بنتها بتفضل تصوت وتشد في شعرها لما تيجي تسرح شعرها تقول لي الزيت ده عمل معاكم ايه. لو انتوا عاوزين تسالوني اي سؤال على الخاص هرد عليكم. مع السلامه.